خلي بالكم يا جماعه على العيال الصغيره، علشان اللي بيمشي ورا العيال ما بيخلاش من الانانيس. الواد انوسه ابن الموكوسه وباقي شله الانس الاخوانيه عاملين استفتاء، وهم اصلا عندهم فتاء وعاملين لك فيها قاده ثوره احيب الدهنه. لا وبيلعبوا بدماغ مين بقى؟ قال لك جين زد، جيل زد. خلاص بقوا بيصنفوا المصريين دلوقتي اجيال، جيل زد وجيل اكس وجيل واي وجيل ال وجيل دبليو. وما يعرفوش ان مصر ما فيهاش التقسيمه دي. المصري من طفل رضيع لشيخ عجوز. الجين زد جينك وجين اللي جابك. قال لك الجيل اللي هيعمل اللي ما يتعملش ويقلب الترابيزه، هيطير في السماء ويشخ ربسه في الجو. الجيل اللي هيخليك تدمع صابون سايل. الجيل اللي بيلبسوا شرابات مرسوم عليها بيتزا مشكل لحوم. يا واد يا نينجا انت يا ترتر، ما تفوقوا يالا بقى من الوهم ده. لو خش ذاكر لك كلمتين. انتوا فاكرين انكم بتلعبوا مع شعب لسه بيفك الخط؟ ده انتوا بتلعبوا مع شعب هاري السيناريوهات دي وغسلها ونشرها بمشبك واحد. العيال دي لازم تخش اوضه الفيران علشان الاسلاك اللي في الليه عندهم راكبه غلط. يكونش الفيوز ضرب بتاع الليه يا حنتي. الجين زد اللي كانوا بيرضعوا في صوابعهم وقت مجيده البعيده اللي كانت في سنه 2011. احب اقول لكم بقى ان اللعبه دي بوخه، فسيه العفريت. احنا لسه بنسد فاتوره الهيصه اللي نتج عنها حرق وتخريب ونهب وضياع 400 مليار دولار خسائر مباشره وغير مباشره. 400 مليار دولار طاروا في الهواء علشان شويه ناس بعد عصر الليمون مسكوا المتأسلمين اللي ضربوا لنا ارهابيين وخراب. عايزين تكرروا الفيلم تاني يا ولا؟ لا مش هيحصل. الفيلم ده خلاص اتحرق والسينما نفسها اتهدت فوق دماغ اللي خلفوا اللي مولوها. وعشان نكون منصفين بس احنا مش هنعمم على جيل زد، لان الجيل ده برضه فيه نوابع، فيه مهندسين، فيه دكاتره، فيه فنانين، ومتربيين في بيوت بتعشق تراب البلد دي. انا كلامي للعيال الكتاكيت ولاد المرأة الوزة اللي بيتاجروا بيهم. انوسه برقوق الخاين واشكاله بنت المرأة الوزة. يا حبايبي عايز اطمنكم مجيده بتاعت 2011 دي مش هتتكرر تاني يا ولا، لان لا الوقت هو الوقت ولا الزمان هو الزمان، وعايزنا نرجع زي زمان. قول لامك يا انوسه البوكسر بان. هو انتوا فاكرين ان شرطه يناير في 26 هي بتاعت زمان؟ ده انتوا بغلابه قوي كتاكيت يا عيني. احنا قدام جهاز امني بيشتغل بالمشرط، منهجيه علميه ومعلومه بتجيبك وانت لسه بتفكر في الكومنت. الشرطه النهارده بتقرا افكاركم وافكار اللي ممولكم من قبل ما تقولوها. بس سيبك انت من الشرطه. المشكله الكبيره اللي هتقابلكم يا حنتي الشعب نفسه. ده بقى ليفل الوحش. انتوا دلوقتي قدام شعب اتلسع من الشوربه وهينفخ في الزبادي وهينفخ في اللي قبل ما يسلخها. شعب جرب يعني ايه فوضى، يعني ايه سجون بتتفتح، ويعني ايه قتالين قتله يمشوا في الشوارع. الشعب ده دفع الثمن من دم ولاده، من لقمه عيشه، ومش هيسمح لكتكوت اخواني ابن مرأة وزه يهدد اللي اتبنى في 10 سنين. عايزين تهوبوا ناحيه متحف، ناحيه اسم، ولا هايبر ماركت تنهبوه؟ انسوا بقى يا حلوين. المره دي مش هتصطدموا بالسلطه بس، انتوا هتصطدموا بالناس في الشارع، والناس ايدها تقيله قوي. بس يا عيني على الافلاس بتاعكم والله. بعد ما حطيتوا ايديكم في ايدين شياطين الانس والجن ودول الشر الكبيره وما عرفتوش تكسرونا، بقوا باعتين عيال صغيره تفتح لهم بقى السجون عشان يرجعوا للكرسي. يا اخي كتف امكم، يا ريتها كانت بركت عليكم. مصر باقيه وانتم تجارتكم دي في مزبله التاريخ. بعدين جيل زد خليتوه ناقم على العيشه خلاص. هو في حد في مصر اتدلع غير جيل زد؟ ده طلع للدنيا لقى المونوريل وقطوره كهربيه وطرق سريعه وعاصمه اداريه والعالمين وحفلات، ولا مهددين بفيروس سي ولا بالهرسيا ولا كهرباء مقطوعه على طول وقاعد على شمعه، ولا وقف في طوابير عيش ولا جمعيه، ولا مشي في طرق محفره ومليانه ميه مجاري. طلع على النظافه، على الرقي والمدن الجديده والطاقه النظيفه، شمسيه ونوويه ورياح. احنا الجيل بتاعنا اخره يروح رحله مصنع الكاكولا. كنا بنلم بعضنا انا واصحابي ويلا يا جماعه نروح كلنا الخرابه. لكن جيل زد والساحل والماحل، احنا الجيل بتاعنا اخره كان يسمع عن الحوارات اللي بتحصل دلوقتي مع جيل زد في كتاب العلوم. زمان كانوا بيضحكوا علينا يقولوا لنا العربيه هتمشي بعصير القصب. فلو الجيل بقى بتاع زد ناقم على العيشه زي ما انتوا بتقولوا كده وبتتاجروا بيهم، يبقى احنا جيل ايه بقى؟ احنا جيل اف. نروح ننتحر بقى
عيلوا الكلمة، ده احنا جيل طلع على القطورات اللي بتولع والعشوائيات، ده احنا قضينا نص حياتنا في زحمة الدايري، وكان أقصى رفاهية بالنسبة لنا نركب العجلة ومسندات يا بتوع المولات والمونوريل. فلو بتتكلموا عن جيل زد اللي في بلادكم لازم يكون ناقم، عاش طفولته في حروب وصراعات وملاجئ، وعاش مراهقته في مخيمات وعلى حدود الدول مرميين. لكن جيل زد في مصر فتح عينه على عظمة بلاده. والله جيل زد عندنا في مصر جيل زي العسل. ده لو انتوا بتصنفوا بقى زد واف واخس، احنا عندنا حاجة اسمها جيل مصر كامل. شباب عندنا شباب زي الورد ويستاهلوا كل خير. عايزين يقنعونا انه جيل ناقم ومكسور وضحية. سيبكم من كلام الخرفان اللي كبروا وخرفوا، اللي فقدوا الامل وعاشوا دور الضحية، وحاطين املهم بعد فشلهم على جيل زد. جيل المستقبل، جيل التكنولوجيا اللي هينهض ببلده، مش هينهض بلية حد تاني. مصر ما فيهاش حروف لا ايه ولا بي ولا سي ولا دي ولا زد. مصر فيها شعب مصر، من طفل رضيع لشيخ عجوز، لشيرها له.